بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من كره الجمهور. تطورات ما يحدث في اتحاد الكره بالنسبه للانتخابات اللي خلاص احنا على الابواب. بالنسبه للانتخابات سواء ترشيحات، سواء قفل باب الترشيح، سواء مين يترشح مين اللي ما ترشحش، اشاعات عن مين اللي ترشح ومين اللي ما ترشحش. هقول لحضراتكم الاسماء اللي ترشحت وتم الاعتذار عن الترشح ليها. هو رقم واحد وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، تم الاعتذار عن ترشحه كرئيس لاتحاد الكرة لكرة القدم المصرية. قال لك ان اللي حصل ده اشاعات، انا ما اعرفش الاشاعات دي جايه منين، دي في تصريحات في احد المواقع الصحفية. قال لك ان اللي بيحصل ده هو اشاعات هي ملهاش اي اساس من الصحة. ايضا الاشاعات كانت بتطول الكابتن او الاستاذ محمود الشامي عضو لجنة او عضو اتحاد الكرة السابق، كان موجود في اتحاد الكرة سابقا. قال لك برضو ان انا ما ترشحتش كرئيس اتحاد الكرة وماليش اي صلة بالانتخابات اللي جاية. القائمة اللي حتى الان قدمت الاوراق بتاعتها للانتخابات هو الاستاذ هاني ابو ريدة، قدم الاوراق بتاعته للترشح. والقائمة المبدئية او القائمة الحالية هي بتضم النائب خالد الدرندلي، هو نائب لرئيس لجنة او لرئيس لاتحاد كرة القدم، والاستاذ احمد حلمي. احمد الشريف هو عضو من اعضاء المجلس اللي هينتخب، وايضا حمادة الشربيني وعمر درويش. دول الاعضاء اللي حتى الان القائمة اعلن بيهم، وفي اعضاء تانيين على الاحتياطي. دي القائمة بتاعت هاني ابو ريدة المرشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم. ده فيما يخص الاتحاد المصري لكرة القدم. حتى بسيطة في نهاية الحلقة بتاعتنا بما يخص النادي الاهلي ومحمد شريف. هو محمد شريف راجع النادي الاهلي ولا لا؟ محمد شريف في احد التصريحات الصحفية لمسؤولين داخل النادي الاهلي قال لك احنا عاوزين محمد شريف. التصريحات من داخل النادي الاهلي بتقول لك ان احنا عاوزين محمد شريف، ولكن عاوزينه بصفة مجانية مش بصفة شراء. النادي الاهلي كان تم بيع محمد شريف الى نادي الخليج السعودي. حاليا المدير الفني للنادي الاهلي مارسيل كولر بيرتكز على ركيزتين اساسيين، هو محمود عبد المنعم كهربا ووسام ابو علي. قال لك محمد شريف هو هيكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي في حاله ان هو وصل للنادي الاهلي. طيب النقطه الثانيه او الستيب الثانيه، هو محمد شريف في حاله انه ما وافقش او النادي بتاعه ما وافقش ان هو يبيعه مجاني. محمد شريف عاوز يرجع النادي الاهلي. طب هو عاوز يرجع النادي الاهلي ليه؟ لان محمد شريف ليه فتره كبيره جدا ما بيشاركش، فهو بالنسبه له عودته للنادي الاهلي هتكون هي بمثابه نقطه قوه ليه ان هو يرجع لمستواه مره ثانيه. محمد شريف مش كبير قوي، لسه معاه، لسه يدي في الملعب.